الذي تميز بصلابته الدفاعية، لم يقبل أي الشوط الأول والتنظيم والجدية اللي دخل بيها النادي الأهلي في بداية المباراة. الهدف توقيته كمان يا معز، الهدف الأول للوداد توقيته بدري، فتح المباراة بشكل كبير جدا. النادي الاهلي مش محضر سيناريو بديل انه لو حصل فيه هدف. وانا حتى في التغييرات، وانت بتكلمني على التغييرات واللي ممكن يحصل الشوط الثاني، مفيش لاعب ينزل يعمل الاضافه. الشوط الثاني لاعب عنده سرعه يقدر يستغل مساحات، مفيش الكلام ده. حتى تغييرات الكابتن حسام لما خرج مؤمن ووليد الاثنين، حتى لو كان مجهودهم البدني اقل ولكن هم اسرع من الناس اللي نزلت. شفنا كريم ندفد والفرصه الوحيده اللي جات له، وفرصه هدف مؤكد تعامل معاها بقله خبره واضاع الكره بسهوله جدا. حتى المفروض صالح جمعه اللي هو افضل لاعب المفروض ينزل. هنا الهدف مفيش ضغط طبعا من اللاعبين هنا على اللاعب اللي معاه الكوره. هنا انداما قدر يعني، ودي من الكرات القليله جدا يا معز اللي الدفاع دخل جوه ال 18 فيها. طول المباراه الشوط الاول كله اللاعبين بيدافعوا خارج حدود ال 18. حجازي تعامل فيها بقله خبره شويه مع انداما اللي عنده خبره اعلى. موضوع تايمينج في الصعود يعني للكرة اكيد في اللعبه زي دي كان لازم ينتظر، كان لازم ينتظر شويه. قراءتك لطريقه دفاع حجازي اتاخر في يعني كان لازم ياخر نفسه بعض الشيء في التعامل مع كوره. انداما استغل خبرته وحجز على حجازي في لعبه في جزء من الثانيه. هنا بص اللعبه هنا كمل لو مشينا بالهجمه شويه. انداما استغل هنا حجازي شاف ان في اشتراك مع المهاجم، كان لازم ياخر نفسه شويه، خاصه ان الحجازي اعلى في الطول من انداما يعني كان ممكن ينتظر بالظبط. انما هو كده سهل اللعبه على انداما ان يحجزه ويسجل الهدف. زي ما شفنا الهدف الثاني برضو 6 مدافعين ولا 5 مدافعين من النادي الاهلي ضد 2 مهاجمين، يعني تمركز ساذج طبعا، ولعبه ملهاش اي مبرر خالص من اللعبه. هنا نص الملعب الدفاعي يا معز، بص الملعب فضي ازاي نتيجه التغييرات اللي حصلت لما خرج عمرو السوليه وعبد الله نزل. هنا بص اللعبه بيتمشى هنا عبد الله في نص الملعب، هجمه مرتده 5 مدافعين او 6 مدافعين على 2 مهاجمين، وقدروا انه يسجلوا هدف. سذاجه دفاعيه برضو كبيره يعني. شوف من بدا الهجمه هو وليد كارتي، هو من بدا الهجمه هو اللي ننهاها، يعني من وسط الملعب. تخيل تقريبا 4 لاعبين مع 4 مدافعين. ذكاء اول شيء اللاعب وليد كارتي طلب الكره للاعب وناجم. شوف وليد كارتي يعني في وسط الملعب، يعني المفروض هنا تعمل خطا اول حاجه، خطا تكتيكي. بص كمان يوسف هنا اوناجم الرقم 7 ده اللي النادي الاهلي افتقده الشوط الثاني، سرعه التحول من الدفاع للهجوم. مدافعين ضد مهاجمين. بص السرعه خلته ياخد مسافه طويله ويفتح زاويه تمرير لزميله الكارت ويعمل كره عرضيه. سمير المفروض حتى المدافع كان يراقب اكثر وليد كارتي، لان وليد كارتي شوف كان حر، هو صعب يتشغل بالمرمى اكثر يا يوسف. هو قدم تمريره وهو اللي راح يستقبلها، وهو كان الورقه الرابحه لحسين عموته الذي سنتحدث عنه، لانه استحقاق ايضا لحسين عموته في هذه المباراه مدرب الوداد، لكن بعد وقفه قصيره. فاصل ونعود. ولكن شيء مميز ان شاهدنا فريق في الشوط الثاني خصوصا من بعد تسجيل هدف تحرر بشكل اكثر، اصبحت عنده ثقه اعادت مره اخرى. دائما على مثل هذا المستوى تخسر مباراتين متتاليتين وتخسر مباراه اخرى في الدوري، 3 مباريات. فريق الوداد غير معود ان يخسر 3 مباريات متتاليه، بالتالي العوده في النتيجه والعوده في الاداء بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه القوه وبهذه الروح وهذه الرغبه شيء مهم جدا بالنسبه لعموته. وعموته عنده خبره وتجربه كثيره في افريقيا، خصوصا مع الفتح الرباطي عندما فاز بكاس الاتحاد الافريقي مع نادي الساد، وبالتالي كسب خبره كيفيه التعامل مع هذه الظروف. ويحسب للعموته برافو عموته، واظن هذا يعطيه ثقه اكثر لمواصله المشوار بثقه وبشكل قوي اكثر مما كان عليه في السابق. حتى تغييراته الاضطراريه بدخول فال او غيرها، حتى الاختياريه في الشوط الثاني غيرت من شكل الوداد وائل، سواء دفاعا كانه افضل، اصبح دفاعا من الشوط الاول الوداد، ولكن خاصه هجوما وموضوع السرعه.
انا عيب على النادي الاهلي يا معز عدم استغلاله الاخطاء الدفاعيه اللي احنا شفناها كلنا في مباراه الذهاب، انه في الحاله الدفاعيه لفريق الوداد دي السيئه كان لازم النادي الاهلي يضغط النهارده ويلعب على انه يسجل هدف. اولا هتخرج الوداد منافس قوي جدا على البطوله، وتخرجه من طريقك. لو كسبت النهارده كنت ضمنت التاهل والخروج بعيد عن الحسابات، حسابات المجموعه والتاهل وعدم التاهل واول وثاني. لو كسب النهارده النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده امكانيات هجوميه يكسب، وشفنا الامكانيات الهجوميه والسرعات، ولكن التكتيفه اللي احنا لعبنا بيها النهارده قللت كتير جدا من امكانيات النادي الاهلي. عموته وتعادل انه تنقل الى الدار البيضاء من اجل نقطه فقط، يعني لم نشعر بانه دايما المدربين بيقول لك اما تلعب على التعادل هتخسر يا معز، فالعب على المكسب. فعموته والتعامل اللي انت ذكرته مع الايقافات والموقف الصعب اللي هو فيه في وجود الجمهور، اكيد النهارده مكسب مهم ورجع الوداد تاني للمجموعه، صعب المجموعه جدا على النادي الاهلي. فاصبح الفوز في مباراه زناكو اللي جايه بره ملعبنا مهم جدا لضمان التاهل والبعد عن حسبه بيرما زي ما بنقول عندنا في مصر. شعور بانه ايضا الاهلي يعاني من الارهاق، والاوكي الارهاق على الفريق.